يسعد اوقاتكم مشاهدينا بحلقه جديده من شوف مطبخنا، واليوم لساعه الافطار محضرين لكم وجبه جديده مع ايات حجازي. ايات مرحبا. مرحبا الياس. شو محضريت لنا اليوم؟ اليوم محضرين كنتاكي. كنتاكي؟ كنتاكي ابي كنتاكي. وكيفي. طيب مقادير. اوكي. بدنا فخاد دجاج اللي هي مسلوقه نص سلق، في عنا كمان طحين، بيض مخفوق، كعك مطحون او طحين شنيتزر، بهار دجاج، و حبة السودا، حبة البركة او الازحة. او الازحة. في طبعا ملح، فلفل اسود، وزيت ذرة للقلي. هذا بشكل دائم موجود عندنا على طاولة المطبخ. بالضبط. اوكي. هسه انت بتحمي الزيت لحد ما انا ابلش بالخطوات الاولى. بحب كمان اتعلم كيف بيعملوه، قولي لي شو الخطوات. اوكي، احنا المفروض نسلق الدجاج اللي هو ممكن يكون فخاد، ممكن يكون جنحاني، يعني مش هداك انت وشو بتحب، كل شخص شو بحب. او ممكن الاثنين مع بعض. ممكن. اوكي، انت طلبت مني انه احمل الغاز، المفروض انه الغاز يكون كثير حامي. الزيت المفروض يكون كثير سخن، وزيت عميق يعني. اوكي. هسه هيك اول اشي بدنا نحط هذا، بده يكون اول اشي مسلوق نص سلق علشان تعرف بده يكون فيه دم والى اخره. فنسلق الدجاج نص سلقه لانه باخذش كثير وقت على النار. لهيك بنسلقه نص سلق. بدنا نغطيه اول اشي بالبيض. هو هيني. لا، هي مرحله عمليا كثير سهله، مش اشي صعب. فبعدين بالبيض، بعدين بالطحين. لا ظابطه معي. ممكن نستعمل كفوف، نلبس كفوف او بالمعلقه، بس اسهل اشي انه هيك بالايد. خليني احس الطعم باصابيعي. اوكي، بنرجع كمان مره للبيض بعد الطحين. هسه اللي كنت بدي اقوله انه ممكن نكون نقعين الدجاج قبل بيوم ببهارات كمان مره بالبيض. ليش؟ لانه بدك يمسك الكعك المطحون او الخبز المطحون. هو الخبز المطحون انت بتعمليه مبهر، يعني بتاخذ مع كمان حتى البركه او الازحه. اوكي، انا هون بدي احط هسه كمان فلفل اسمر، وبدي احط ملح على الخلطه تبعت التغطيه تبعت الدجاج. طب شو تعليقك على الموضوع انه يعني هذا النوع من الاكل يعتبر جانك فود، لانه في كثير ناس بتتجنب. ممكن لما احنا عم نحضره بالبيت عارفين شو عم نحط فيه، يعني فيش هداك الاشي اللي بخوف. الدجاج بيكون مثلا طازه، البيض كلياته تحضير بيكون بالوقت نفسه، مش محضر من قبل كتير ومحطوط له مواد حافظه والى اخره ومحطوط بالفريزر. فلهيك هون بالبيت يتحضر كثير صحي. انه يعني لما بيكون طازه هو عمليا خلصنا من التعبير تبع جانك فود بالوجبه اللي عم نحضرها. مزبوط. هسه ايش كمان شغله، انه تنساش انه هون الدجاج عم بتحضر وبنقلق وبتقدم للاكل، فمش محضر قبل بوقت بتسخن مثلا او هيك. على المحل. اوكي، ممكن نحط حبة البركة اكثر من هيك اللي هي الازحة. بتعرفي فوائدها؟ حبة البركة بتقدر تفيدينا فيها؟ لها كثير فوائد طبعا. انا بعرف انها مفيدة، بس ايش؟ تحتوي على زيوت اللي الجسم بيحتاج لها، انه زيوت طبيعية. زيوت طبيعية بالضبط. اوكي، هي حبة صارت جاهزة، نقدر على القلي؟ تعال نفحص القلي. كيف بتفحصيه؟ نفحص الزيت قصدي، أنا وقلي. اوكي، احط شوي صغيرة. لا بعد بدنا اذا طريقة لفحص الزيت اذا حامي ولا لا، بنحط بنرش ملح، واذا رشينا الملح شو لازم يصير؟ لازم يطشطش. وهون ما طشطش، فبنستنى حتى الملح يطشطش بالزيت حتى نعرف انه الزيت حاضر للقلي. بقول لك انه الدجاج ممكن ننقعه قبل بيوم بخلطه اللي هي بتكون فيها لبن،
لبن. اوكي. اللبن بخلي الدجاج يضله طري، وعمليا لما هي بتكون بقلب البراد كل الليل فكتير بيعطيها طعمة طيبة، انه بكون فيها لبن، بكون فيها فلفل اسمر، بكون فيها 7 بهارات، ممكن بهارات الدجاج، فاشي كتير طيب. إسا احنا اليوم اختصار للوقت، بس عشان بدي يكون الاشي اسرع ما نقعتهنش، بس انه ممكن ننقعه، يعني في عدة طرق. الكنتاكي بنقدر نقدمه مع اكتر من نوع صلصة، بنقدر نقدمه كيف ما هو، مثلا حده سلطة، بطاطا، هيك. الصوص اللي عمليا هو كاتشوب زي ما بشوف بالمحلات، ممكن. او تعال نحط الدجاج. ممكن صلصة الألف جزيرة، تعرفها؟ لا طبعا، هو بنقدر نحكي كيف بحضروها هاي، لانه كثير هوينه. كتير هوينة هي. وعمليا خلط بين مايونيز وكاتشوب. وبحطوا لها خيار مكبوس، وبحطوا لها شوية أعشاب. أعشاب؟ بقدونس؟ لا. الكنتاكي ممكن بعد في كمان شوي صغيرة. أنا خايفة الياس بعد البرنامج تفتح محل كنتاكي انت. بتكوني مبسوطة بسميه آيات. آيات كنتاكي. مش كتير ظابط، دور على اسم تاني. ليه؟ أبصر. ما هو ايش عم ترجع على الطحين؟ ما انت حطيت طحين. ما بدنا. انت حطيت طحين. اوكي ارجع حطها بالبيض كمان مرة، بنفعش. بقدرش اعمل مثلا اغطيها مرتين، انه اعمل رح تصير شوي الغطا يكون سميك. ممكن، بس انه شو الفايدة؟ اوكي. بتعرفي شو انا عم تقدر تغسل ايديك؟ لا قبل ما اغسل بدي اقول لك انا كثير مبسوط. رجعتني للطفولة، هيك كنت اضلني اوقف بالمطبخ حد امي، بالذات اذا كانت تعمل كعك. كنت احب بالعجين توسخ ايديك. اوسخ ايدي، وهسه انا عم بغط بالبيت كمان مبسوط. بتصدقي على فكره هي الشغله، انه الولد الصغير يفوت على المطبخ ويحرك ايديه بهيك قصص، هي اشي كتير كتير منيح. انا شخصيا يعني بتتخيلش قديش ابني بيكون مبسوط وقت اللي بيجي بلعب بالطحين، باخذ مني شقفه عجينه مثلا، بيجي بيقول لي تعالي نعمل كعكه، فاشي كتير لذيذ. اوكي، هو لذيذ مزبوط، بس المنظر مش كتير لذيذ. انا رح اغسل ايدي عبين ما ايات تقلي لكم الكنتاكي حتى يكون حاضر. اوكي، بتخيل الزيت صار جاهز. زي ما شايفين مشاهدينا، احنا حطينا فخاد الدجاج المغطاي بالخلطه اللي حضرت لنا اياها ايات بالنسبه لموضوع الكنتاكي اللي ممكن يتحضر بالبيت بقلب الزيت. قديش وقت لازم نضله بالزيت؟ احنا بنضل نراقبه، ما بنتركوش وبنروح مثلا ليصير ذهبي، فاحنا بنطلعه من الزيت، بنحطه على ورق يمتص الزيت وبعدين بنقدمه. يعني حتى ما يضله مزيتي. طبعا. انه ما فيش وقت محدد، بس انه ياخذ اللون الذهبي. مزبوط. اوكي، هسه بس شوي صغيره بدهن، بنبلش نقلبن وبعدين بنطلعهن من النار. ماشي. فبنصفيهم من الزيت مع ورق الممتص بالزيوت. هي أنا شايفتها أكتر واحدة صارت جاهزة. كل ما الزيت بيكون حامي أكتر، كل ما بعجل عملية القلي والاستوى يعني. احنا بدناش اكتر من هذا اللون، بدنا نكون ذهبي. ايوه. هسا اذا بيكون اكتر بده ينحرق. اذا بالحال انه الغطا تبع الدجاج صار له على ذهبي، احنا بنقدر نقيمه من الزيت. بالضبط. هسا ممكن البهارات تخلي لون الكعك المطحون او الدجاج نفسه لما ينقلى انه يبين كانه غامق يعني.
ف مش اذا غامق يعني محروق، ممكن يكون انه البهار سبب هذا الاشي يكون اوكي. بس انه هيك شوي صغيرة هيك بتكون صارت جاهزة للتقديم. هي مين عملها؟ بمجرد سألتني مين عملها، هي أنا اللي عملتها. هي بالصدفة أنا عملتها. عن جد؟ هسا بقول لك كيف أنا عرفت. ملعوبة. لا هسا بقول لك. غدرتيني. لا عن جد هسا بقول لك كيف عرفت. هي أنت عملتها مثلا. هي شايفيتها أسمك يعني من الباقي؟ مش بس على أسمك، في كمان هون الغطا تبع الدجاج مش كامل منيح. حرامي. اوكي اوكي هون حرامي. اوكي. اذا بعد ما صفيناها من الزيت بنحطها على صحن التقديم، وانت بتنصحي بانه نحط طبقه من الخس المفروم. مش بالذات، كل حدا حسب ذوقه شو بحب. هيك بتكون الوصفه صارت جاهزه. ممكن نقدم حدا انه اي صلصه بنحب، ممكن انه تضلها لحالها نقدمها مع بطاطا مع سلطه، كل واحد شو بحب. هيك وصفتنا بتكون صارت جاهزه الكنتاكي للتقديم. يعطيك العافيه ايات. الله يعافيك. بتخيل هاي وجبه اليوم حضرتينا اياها الستات بالبيت رح يكونوا كثير مبسوطين. ليش؟ لانه رح يسعدوا اولادن وبناتن، لانه الشباب والصبايا بحبوا هاي الاكله. فبدل ما تطلعوا من البيت التموا بقلب البيت، وست البيت بتقدر تحضر لكم الكنتاكي. وبنشوف مطبخنا وايات حجازي. بنتمنى لكم احلى اوقات بافطاركم. رمضان كريم والى اللقاء.